من احلى والذ الكيكات اللي ممكن تجربيها وهي كيكه الكوكيز. كيكه كده في منتهى الجمال، حاجه كده لعشاق الشوكولاته، غرقانه شوكولاته في شوكولاته. ده غير الطعم بتاعها في حته تانية. ده وقتها كده بقى في سهره كده الخميس تقومي تعمليها للولاد. عايزه اقول لك خطيره بمعنى الكلمه. ده غير ان هي مقادير سهله جدا وبسيطه، وفي 10 دقائق هتقومي تعمليها. فيلا بينا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول. بس يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الوصفه. اول حاجه معايا هنا البوله بتاعتي، هنزل بكوبايه من الزبده. اهم حاجه الزبده بتاعتنا تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني تكون لينه عشان نقدر نشتغل بيها. معايا هنا كوبايه من السكر البني، لو مش متوفر سكر بني يبقى معانا كوبايه من السكر الابيض، عليها معلقه كده من العسل الاسود. وابدا اقلب كويس جدا لغايه ما الخليط بتاعنا يبقى كريمي، يبقى معانا بالشكل ده. اول ما لون الزبده والسكر بقى يفتحي معانا نوصل للدرجه دي والقوام ده، معايا هنا بقى بيضتين بدرجه حراره الغرفه، وطالما في بيض طبعا معانا الفانيليا. هبدا اقلب كويس جدا لغايه ما الخليط ده يمتزج تماما مع بعضه. واول ما البيض يختفي طبعا هكون مجهزه معايا الدقيق. معايا النهارده كوبايتين ونص من الدقيق. وانا ان شاء الله هسيب لك برده مقادير كده الوصفه بتاعتنا في صندوق الوصف عشان برده لو حبيت ترجع لها. معايا النهارده كوبايتين ونص من الدقيق، هنزل عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، ورشه الملح الاساسيه بتاعتنا. دلوقتي هبدا بقى اقلب كل المكونات دي كده مع بعضها بالاسباتيولا او بايديك، مفيش اي مشكله. هي عجينه سهله جدا وبسيطه وتطلع معانا خطيره في الاخر. بعد ما وصلت بقى للقوام ده، معايا هنا كوبايه من الشوكولاته، شوكولاته شيبس او اي نوع شوكولاته انت بتحبيه، مفيش اي مشكله خالص. هبدأ بقى اقلبهم كويس جدا. تقدري تدخلي العجينه بتاعتنا بعد ما تتعجن كويس جدا وتمتزج كده بالشوكولاته التلاجة حوالي نص ساعه، وبعد كده نبدأ نشتغل فيها. معايا الصينيه بتاعتي، اي صينيه بقى نفضل طبعا تكون صينيه كده من اللي بتتفتح. بس الصينيه اللي عندي كانت مقاس اكبر، فاستخدمت الصينيه دي وحطيت فيها ورق زبده. هجيب جزء بقى من عجينه الكوكيز وابدا افردها كده من كيسين. للتبليق انا عملت كده، ما فردتهاش على طول في الصينيه بتاعتي، لان بصراحه بحس ان الطريقه دي بتسهل علينا الفرد وبتتفرد معانا هنا بكل سهوله. اجي احطها بقى في الصينيه تتحط. هبدا بقى احطها في الصينيه بالشكل ده تتفرد معانا بقى بكل سهوله. عشان كده انا حبيت افردها في الاول ما بين كيسين تلاجة عشان تسهل عليا الفرد. في الوقت ده معايا اي نوع شوكولاته اسبريت انت بتفضليه. طبعا هنحط طبقه كويسه جدا في النص كده. عايزه اقول لك ان كيكه النهارده دي بقى لعشاق الشوكولاته، لانها غرقانه شوكولاته في شوكولاته. وعايزه اقول لك انها في الاخر بجد طعمها خطير بمعنى الكلمه. انا هفرد كميه حلوه كده من الشوكولاته السبريد. وفي الوقت ده طبعا معانا الجزء التاني من عجينه الكوكيز، هفردها برده ما بين كيسين تلاجة. بتسهل علينا بصراحه الفرد. وبعد كده هحطها على الوش بقى بتاعه الكيكه بتاعتنا. عايزه اقول لك كيكه مفيش ابسط ولا اسهل منها، في 10 دقايق هتكوني مخلصاها. معايا بقى اي نوع شوكولاته كده، انا هضيف هنا شوكولاته بالحليب. هضيفها كده على الوش وادخلها الفرن على درجه حراره 180. بشغلها من تحت الاول وبعد كده بشغلها الشوايه بتاخد اللون الجميل ده. عايزه اقول لك ريحتها يا جماعه كانت قلبة الدنيا، بجد خطيره بمعنى الكلمه. عايزه تحسي كده ان هي كريسبي من بره طريه من جوه، الشوكولاته من جوه غرقانه، حاجه كده في منتهى الجمال. متاكده ان الولاد هيعشقوها. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ حاجة كده خطيرة بمعنى الكلمة. ان شاء الله تجربوها، وصفة سهلة جدا مش هتاخد معاكي 10 دقايق، تطلع معاكي في منتهى الجمال. اشوفكم على خير في وصفات تانية جاية جديدة. بس يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا بإذن الله. مع السلامة.